ولد دلوقتي الست اللي عايزه تجهز بنتها دلوقتي بتجيب لها 10 15 عربيه، وتحط تجيب الشيل وبتحط الدنيا فوق بعضيها، وتجيب لي الوليه وتجيب لي البنت، وبتبقى حاجه ما يعلم بها ربنا. ما تسيبهم يجيبوا يا حاج، انت انا هضربهم ليه؟ يا ولدي في ناس ما معهاش، في ناس ما معهاش يا ولدي، حرام، خليهم يتقوا الله، في ناس ما معهاش. انا معاك والله يا حاج، انا قلت الكلام ده قبل كده وقلت كتير، وبرضه الناس ما فيش فايده، مهما يتكلموا هم اللي فيهم. طيب ما هو ده كده ما يصحش، ما ينفعش. في ناس تعبانه ما معهاش خالص، في ناس بتجيب ب 40,000 جنيه يا ولدي وما بتسد، وبتجيب قسط وما بتسدش الا بعد ما بتتجوز بسنه 2، وبيكتبوا شياك كمان، والراجل هو اللي بيطلع ميتينه. طيب ما هو كده ما يصحش يا ولدي. الراجل جاب اخره. كان لازم ان احنا نطلع نتكلم، نقول حاجه للناس. اتكلمنا كتير يا حاج قبل كده. نتكلم تاني يا ولدي، امال هنعمل ايه؟ زهقنا من الكلام والله في الموضوع ده يا حاج. وماله، بس برضه الناس تسمع وتشوف، ما يصحش كده. نتكلم ونقول. طيب نقول حاجه للناس. على رايك والله. اتقوا الله، اتقوا الله، في ناس والله ما معاها حاجه. ما ينفعش كده. الناس اللي معاها دي يجيبوا حاجه على القد، يمشوا الحال. ايوه مش لازم مثلا يعني 10 عربيات حلوه قوي. 10 عربات ولا 5 يا ولدي مش هتفرق، بس اهم حاجه كل حاجه بالمعقول. طيب ودي غير حريم يا ولدي. اي والله يا حاج على رايك. اتقوا الله، اتقوا الله، ده الرجاله راحت، الرجاله راحت كده من كتر البتاع والله يا عبد الله. الرجاله راحت اقسم بالله. والله يا حاج، والله جبنا اخرنا في الموضوع ده، ما قررنا هم لسه عاملين فرح، انا بقيت واقف على الباب كده قد عربيات. اديك لسه بتتكلم اهو. 16 عربيه يا حاج. طيب اديك لسه بتتكلم اهي. 16 نفسي افرح فيها هي مش عارف. ما عارفش انا، قول لي انا بقيت هجنن، واقف اشد في شعري، بقيت هجنن والله. كان لازم نطلع نقول حاجه للناس. الموضوع جد اقسم بالله، والله الموضوع جد. الموضوع جد. كل عيد بنختار في نفس الموضوع، في نفس القصه. زهقنا والله الموضوع ده يا جدعان، بالله عليكم. الحق ما اعرفش كم عربيه معديين، الحق مش عارف ايه. اتقوا ربنا. 10 عربيات للعروسه والخمسه التانيين ما يصحش يا جدعان. بقول لك وشي مش عارف ثلاجه بلوتوز وتاتش تاتش ازاي؟ ده احنا بنعرفنا التاتش بالعافيه يا جدعان. ده الواحد خلاص هيشد خلاجاته. خلاص ما يصحش اقسم بالله، اقسم بالله الموضوع جد، والله يا حبيبي الموضوع جد ما يصحش كده. خلاص يا حبيبي. اتقوا الله، الناس بتخطب في الجوامع منافع، والناس بتتكلم كتير منافع، مفيش فايده خالص يا جدعان. لازم الناس تتقي الله. اتقوا ربنا يا جماعه في الموضوع ده. الحريم تتقي الله. الرجاله راحت خلاص، الرجاله جابوا اخرهم، اقسم بالله الرجاله جابوا اخرهم، ما يصحش كده. اتقوا الله، اتقوا الله، هاتوا الحاجه في المعقول، اللي معاه يجيب برضه بس في المعقول برضه، مش عشان اسم بنت جابت وبنت فلان جابت وسوت وعادت ولا يا ولدي. احنا شفتوا احنا بنتكلم عليه، وحاولنا نعمل فيديو باللهجه السعوديه ما نفعش، فعملناه باللهجه بتاعتنا عادي. حاولنا نعمل فيديو باللهجه السعوديه ليه؟ عشان الناس تشوفه كتير، زي حاجه تغيير في الفيديو كده، عشان الفيديو يتشاف اكتر، ولما الناس تشوف فيديو كتير تعرف احنا بنتكلم عليه. فعايزين الناس تتقي الله شويه، احنا بنشوف حاجات غريبه جدا، في ناس بتجيب حاجات زياده عن الحاجه فبتبقى عامله زي الموت فبتطبق، فلازم الناس كلها تجيبها. فبالنسبه لبنت غلبانه زي ما قلنا في الفيديو طبعا بتتسلف عشان تجيب الحاجه كلها، فلازم تبقى بنت فلان زي بنت الله. اتقوا الله شويه ما يصحش، ما بتجيب قد كده وبتطلع تاني يوم، مفيش احسن من العيشه الكريمه والراحه النفسيه. اتقوا الله شويه ما يصحش. عايزين الفيديو تشيروه في كل مكان، وانتظرونا في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.